السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن ازاي نعمل isolated footing. أول حاجة بروح على تاب structure، ألاقي فيه هنا في الخانة بتاعة foundation في isolated wall slab. اختار isolated. ما يقول لي في هنا في البروجكت ده مفيش families لل isolated footing، فأقول له ماشي، أنا عاوز أعمل load family. فهروح على English، في libraries، في English، فين English UK. هلاقي في هنا structure foundation، في هنا footing rectangular open. مش هروح على level 1. آه، أول حاجة في هنا level 1. هو level 1 بيبقى التوب بتاع الفونديشن، هيبقى level 1 وهي بتنزل تحت في level 1. السيكنس بتاعها بينزل level 1. عملت edit طيب، لا في هنا الفاونديشن thickness والويدث واللينس، والتايب بيتسمى بالترتيب ده اللي هو في اللينس والويدث في السيكنس. لو عايز اعمل تايب جديد، اعمل دوبليكيت واعمل الابعاد اللي انا عاوزها، اختار السيكنس اللي انا عاوزه واكتب السيكنس اللي انا عاوزه. فانا دلوقتي لو عاوز اعملها، آه، بيبقى في هنا هضغط هنا هنا مش متشافة لأن الفيو رينج مش جايب. ممكن أختار تمبلت structure foundation دي عشان هي تبقى الفيو رينج مظبوط، مش متشافة. يبقى أنا هظبط أنا الفيو رينج. هلاقي الفونديشن الستراكشر فونديشن ظهرت. في هنا أعمل الهايس لو أنا عاوز بقى أجي وأنا باجي أرسمها. ففي هنا level 1، في الهايت offset from level. ممكن أنا أعمل أتحكم في 500 مثلا. هي عمل اتاتش مع الكولوم وهيبقى هيعمل لو جيت شفته هنا في ال 3D بيقول لي مش هينفع لأن انت هينفع عشان أعمل اتاتش مع الكولوم فمش هينفع إن هو يترفع 500 مللي فوق. تاني حاجة ممكن نتكلم فيها إن أنا وأنا باجي أرسم، في هنا rotate after placement. فأنا لو جيت أضغط وبعدين بتحكم في الزاوية اللي أنا أرسم بيها بعد كده. بس هنا 500 مللي للأسف. وفي هنا لو جيت أرسم تاني، في هنا add grids. لو ضغطت عليها وبعدين عملت select على grids هيروح عامل لي
isolated footings عند كل الانترسكشن ما بين الجريدات، ما عدا اللي أنا راسمهم قبل كده، فده بيسهل عليا. ممكن كمان وأنا باجي أرسم أضغط مسطرة لو أنا عاوز أعملها روتيت 90 أو 180 درجة، أو مثلا لو أنا عندي جريد مايل كده وجيت أرسم، فعاوزه مثلا يبقى عمود عليه أو موازي ليه، أضغط مسطرة وهو يبقى يترسم موازي ليه أو عمود عليه. في كمان add column، لو أنا عملت لهم select filter structure foundation، مسحتهم وجيت عاوز أرسم عند add column، لو isolated في add column، فلو اخترت عمود بيروح عامل عليه ال isolated footing، أو ممكن أنا لو عملت select يروح عامل عليه، حتى هو عمل عشوائي في الزاوية بتاعته، مش عشوائي، على حسب العمود. لو العمود ضربه كده بيعمل ال isolated footing موازية ليه، لو هو ضربه كده بيجيب كده. آه، بس كده أظن إن إحنا غطينا الموضوع بتاع ال isolated footing. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.